السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. ممكن هنستهل النهارده حلقتنا دي ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت. ونشهد جميعا بأن سيدنا النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أصلا مش متهيأ للحلقة. المهم في حاجة عايز أقولها لكم. أنا دوست أصلي باور كده ودخلت على طول. في حاجة عايز أقولها لكم تخص غاوي معانا على القناة، والموضوع ده كتر وبوخ، ما بقاش يخصه هو بس، بقى يخص ناس كتير. فقلت والله العظيم نعمل له حلقة، مع اني سبحان الله عامل حلقة قبل كده. ولكن طول ما الحاجة بتغلى، طول ما بنتكلم هتفضل تغلى، نتكلم ترخص، نتكلم ترخص، نحمد ربنا، تغلى نتكلم. فهي الحياة كده، مهما كنت عامل حلقة لازم أعيد تاني. هناك من يقول لي يا عم أسامة، يا برجو، يا ترمس، يا باب المجال، يا إمبراطور مصر، إحنا اشترينا حمام بيفرخ وشفناه قدام عينينا بيفرخ، قاعد على حصى وفي منه قاعد على زغاليل. دي أسوس يا برجو. وبعدين يا ابني كنا مستعجلين فخدناها، نقلناها بسلكاتها. ده واحد نقل الحمام بسلكاته، فقعد اتخرب حوالي 20% من الانتاج ونجح 80%. يعني في نوتشي قامت من على البيض، في نوتشي كده بعد ما جه يصطبح الصبح كده ودخل العنبر بتاعه ولا الأوضة ولا الأفشخان بتاعه، لقى نوتشي قايمة سايبة البيت. جس البيت تلج، باظ يا كومباظ. البيض اللي كان سخن ويوم واحد يقوموا الأهالي من عليه ويسقع، الزغلول يتجمد، يموت، يطرى جوه البتاعة بس يموت، يسقع. لازم درجة حرارته تفضل درجة حرارة ثابتة وليست متغيرة، لا للعالي ولا للواطي. عشان كده الناس بمقاييس الحرارة بتاعت الجسم العادية 36 37 مشي حالك، الجسم بيطيقها والطائر كمان بيطيقها. عشان كده بيعملوا للفراخة باور. يشوفوا كده من التشغيل، يشوفوا شاشة درجة الحرارة فيها كام. موضوع مشهبل يعني، موضوع حلو. المهم عايز يعرف ليه ومن ايه الحمام ده أمن على البيض والصبح بقت الدنيا متغيرة. ماشي. الموضوع يا باشا زي بالظبط انت نايم على سريرك وحد سقاك بنج او شممك بنج. خلاص انت في عقلك ان انت على سريرك في شقتك، حد اداك بنج وانت نمت، كلفتناك خدناك في طياره وهوب فتحت عينيك من النوم بعد عده ساعات لقيت نفسك قدام الحرم والكعبه والناس بتطوف حواليك. يعني في جو شعائر دينيه كده، او انت في شقه تانية، او انت قدام مسجد النبي، او انت قدام. بص انت لو كنت فين هتستغرب ايه اللي جابني هنا وهتقلق. ولو معاك ابنك مش هتنتبه لابنك قوي، ركز. لو معاك ابنك هتبقى ماسكه ممكن او واقف جنبه ممكن، لكن ما انتش منتبه له خالص. اللي شغلك ايه اللي جابنا هنا. اعزكم الله الكلاب، الطيور، الحيوانات بجميع انواعها بما فيهم من يعقل وهو الانسان، اذا نقل من مكان لمكان وغير فرشته، يا يستحمر وينام فينام من شدة الارهاق والتعب، يا ما يجيلوش نوم ابدا الليلة دي، وممكن كذا ليلة على حسب وضعك في بيتك. في ناس في بيوتها بتستريح راحة ولا راحة المقابر، بتنام. مراته مرة أسد ما بتدخلش عيل عليه، زي ما دخل هو اللي يخرج.
رخل بيستكفى من النوم، بيستكفى من النوم، ويقعد معاهم ل 10 12 بالليل ويقوم نايم تاني يوم للصبح عشان يروح شغله ويصلي الفجر ويروح الشغل. بيبقى منظم حياته بسيستم، بنظام حلو عاجبه ومشي عليه وجسمه اتأقلم. الحمام كده بتبيد ما بين حجرين وبتفقس في نفس المكان. وما انا مش عاجبني ان هي في المكان ده لان ورا الباب وداخله وخارجه والحكايه والروايه وهنفعصها وعيالها هتموت واحتمال واحنا بنزق الباب نعمل الهاجس والمجانس في دماغ امي بتجيب لي 500 تربتيته. اقوم ناقل البيض وناقلها وناقل جوزها ما تقعدش. ليه؟ هي عايزه هنا، هي مزاجها هنا، هي هتفرخ هنا، سيبها هنا. لما عملت الموضوع ده عندي في اوضه من الاوض لقيت الحمام باض على الارض وجمع قشه وريشه وافشخاناته وحواراته وعمل بواريك، عمل مناطق كده جافه. انا رملت لهم المكان بره والاوضه دي بقت جافه يعني ايه؟ مفيش فيها زبلايه. بياكلوا بره في الصاله، كانت شقه، بياكلوا بره ويشربوا بره في الصاله ويزبلوا على وش الاوضه وبره في الصاله، لكن جوه لا. طب جوه عاملين ايه؟ قفص متعلق على الحيطه حاطه فيه قش وبيضه، قفص قوطه متعلق على مسمارين حاطه فيه قش، بلاص مش عارفه ايه داخله جواه، ركنه ما بين طوبتين حاطه قش، زاويه الحيطه حاطه قش. الحمام كده بيحب يتكن. ايه اللي حصل؟ من فضل الله رب العالمين كلهم فرخوا. اللي في الزير فرخت، واللي متعلق زيرها فرخت، واللي في قفص القوطه فرخت، واللي في زاويه الحيطه فرخت، واللي معششه على جنب فرخت، واللي جوه كرتونه فرخت، واللي ما بين طوق بتاع كاوتش عربيه فرخت. الله، كلهم جابوا انتاج وكلهم اكلوا زغاليلهم، والزغاليل بقت بتاكل من اي اب واي ام وكله بقى بيخبط في بعضه وبياكل والحياه حلوه. ايه الجمال ده؟ هو انا لازم اجيب سلاكه من 150 جنيه العين؟ لا لا خالص خالص. انما لو هتكتر هات بقى جراكن وافتحها وزيار وحطها ورصها وظبط حالك وخلي الزير ده وشه كده ده وشه كده، ها، شمال جنوب شرق غرب، علق نزل طلع، حط ركن، ها، هتلاقي الحمام باط. حط جراد البلاستيك من بتاعت المخلل المربعه، بلاش المدوره دي عشان اثبتت فشل ذريع وان كانت بتستخدم في الخليج، فالله يعينكم كل واحد ومخه ودوران عقله ودماغه وتشغيلها. احسن في ناس افتت لكم بان الجرادل دي لما ترصوها اوف انتاجها رائع، فيقوم الراجل الخليجي يا حبيب قلبي مصور لك هو والمصري اللي راح اغترب عنده عشان خاطر يوريك انت عمل عند الناس ايه، ويفرجنا من ال 100 جردل 20 شغالين، 5 فيهم بيض، ده هنا ده هنا ده هنا ده هنا، وال15 فيهم زغاليل، ده جوز ده جوز ده جوز ده جوز ده جوز ده جوز ده فرد ده فرد ده جوز ده 3. فاهمين؟ لا ده مش انتاج مرضي. الصفايح المربعه البلاستيك، المربعه البلاستيك بتاعت المخلل، في منها المدور الجرادل زي بتاعت البويه المدوره، وفي منها المربع. بجيب المربع، ها، بجيب المربع وبعمل شكل هرمي، ما بحطش في الحيطه بملاها من اولها لاخرها، بعمل شكل هرمي، هرمي كده هرمي كده هرمي كده، واطلع المنائد في المجاسم، اطلع الدريعه والفواتح والمواقف عشان الحمام يقف عليها وياخد راحته وزبلته تنزل على الواجهه، على الاسطمبه اللي نازله، تمام، على حرف الايد 8. فالموضوع يعني لازم يتروق له، لازم يتظبط له. فالحمام على حسب ما انت معوده. انا كنت باخد انضف انواع الزغاليل الحمام اللاحم من الحمام اللي في السلكات، ومن الحمام السلكات خلوا بالكم، ها، عشان ما كنتش بشكر فيها من شويه، من السلكات عشان العدد كان ضخم جدا، الافات
وكنت باخد من الحمام السايب، وكنت باخد انتاج مرضي ليا شخصيا، وما كانش بيفرق معايا، وكان نفس حجم الزغاليل بتاع السلاكه ونفس حجم الزغاليل السايبه، كانت نفس حجم الزغاليل اللي هي طالعه من تحت المقابر اللي هي ما بين حجرين. فانت سيب الحمام على وضعه يبيض وما تغيرش. الحمام اللي عندك بقى الطقم اللي فقس، والطقم اللي بيأكل حظك، والطقم اللي ما بطش او اللي بوظ بيضه هيبيض تاني. انما هل في حمام بشتريه معاه زغاليله ما بيأكلهاش؟ هل في حمام؟ طب ايه الحل؟ هيأكلها بعدين، هيأكل اللي بعدها بعدين لو ما أكلهاش هي. هل في حمام، او انا بقومهم، هل في حمام كان بايض عند الناس وانا اشتريته وجه عندي كمل المسيره؟ وفي حمام كان بايض عند الناس وجه عندي قطع بيض بالشهور. ده اصناف وانواع وانماط واحجام واشكال وطريقه وكيان، وبتحصل وهيحصل في الامد البعيد والزمن البعيد. انك انت شايف عند ناس جوز حمام بايض، خدته بزغاليله، كبر زغاليله، قطع بيض. ايه ده؟ ايوه يا باشا، عبال ما يتأقلم ويتضرب ويضرب وياخد على العين ويطلع وينزل ويكش هنا ويقف هنا ويتعالج هنا ويترمل هنا ويتظبط هنا، بياخد وقت. هناك كان صاحبك مظبط له الدنيا وهو عايش اوريدي بالطبع، هو عايش هناك عادي. انت هنا بتغير له فبياخد وقت. وقلت لك زي اللي بيسافر فجأة او اللي يكتشف نفسه فجأة، راح مكان فجأة ومن غير مفاجأة، والله من غير مفاجأة. مش لازم يبرشموك عشان تنام عشان تلاقي نفسك في مكان تاني. انت لما بتسافر يا بيجي لك نوم وارهاق من التعب فبتنام، بيجي لك النوم فبتنام من الارهاق والتعب، يا اما بتستغرب المكان، واذا قمت برضه بتتبصص كده انا فين لسه عبال ما جسمك ياخد. الحمام كده يا جدعان، ومحدش يلوم على التاني. واللي بياخد حمام من الناس ويجي عنده يقطع، اكلهم وشربهم، ولا تحط فيتامينات ولا تحط خرا ولا بلا ازرق. سيب الحمام بطبيعته، حط له شويه الميه، حط له حاجه يستحمى فيها، شتا صيف مش فارقه، حط له شويه الاكل. الحموم ده يبقى بعيد في حته قروانه كده فيها رقراق ميه، والدنيا هتتظبط وحاجتك هتبقى زي العسل. انما في حمام اخلاقه بتتغير، ايوه كلنا كده، البشر كده. واحلى مسا عليك. واحد ياخد كلب من واحد عبال ما يجي عندك ويتأقلم موال. احلى مسا.